بكل صراحه مع احترامي ليك سيد الوزيره، سجلت كلامك كلمه كلمه. سامي عبو على حق، الزميله المحترمه على حق. شروط المسرحيه تقتضي انه المسؤول الاول في هذا القطاع على جملتك استثمار مقبل مكلف غير مضمون ونحطوه في الارض. اما لا تحب تحطه في السماء، الاستثمار وين باش تحطه؟ هذا استثمار نتاع بترول لوط. كل ما تعلق الامر بالسياده على الثروات الطبيعيه حكايتكم حكايه، واكثر من ذلك. الجماعه قال لك وراه مسؤول مشروع، راه سؤال وين البترول؟ قداش من شركه؟ انا راني نقرا لهنا قال لك سيدي تراجعت توا، كان من 170 شركه نتاع خدمات بتروليه ل 90. ما يعرفوش هذوما، يلعبوا في البيسة في الجنوب التونسي. من حق الناس يسالوا، وانا قبل سمعت والله حاب نعرف كيفاش ثم ابار من غير عدادات تو يجهزوا فيه. ظهر لي الحكومه تابعه حفتر ولا تبرق ولا الباجي ولا حافظ ولا مش معقول. راه مش معقول. هذا عنوان متاع حمراء كحله تليق بمقابله قاعده تتلعب بين طرفين الزوز يلعبوا في الدفاع المغلق. والضحيه نتاعو شكون؟ تقسموا مع الناس في التلوث البيئي وفي الامراض وفي الدمار اللي يشملهم. قولوا لي تقسموا فيه ولا؟ وبعد يتكلموا ينجموا يقولوا هذا زاد الداخل في المسرحيه نشبوا بعضنا وكيف كيف. لا سيدي، ما نشبعش بعضنا ومانيش كيف كيف، مانيش كيف كيف، مش صحيح. والدوله بنيت على خلل جهوي رهيب، على خلل جهوي رهيب. واحده من مظاهر الصراع توا هو بين من يحكمون. حاولت شوي ظهر فيها سيدي بوسعيد يا متاع الساحه الخضراء. شوف انا بالنسبه لي وقت تطرح اصوات من المعارضه لهنا يقولوا نحبوا نعرفوا محاضر جلسات اللجنه الاستشاريه، علاش ما توروهاش؟ علاش تموتوا على القطوس في شكاره؟ انتم في شكاره لانه التالي من الشعب التونسي قراوا ما قراش وفي ريف يحكوا عليكم. وحتى اللي يتصوروه مخبي وراء قصة قرطاج ولا في القصبة موجود في الأروقة وفي الشوارع وعند الناس البسطاء حتى أدق التفاصيل. أو توجو نهار 20